حلقتنا النهارده هتكون مختلفة شوية. القتلة 3 ولكن الضحية واحدة. راجل اتحول في لحظة من مواطن عادي لاسم محفور لواحدة من أبشع قضايا جرائم الكراهية في التاريخ الحديث كله. قضية خلت العالم كله يسأل ازاي الإنسانية ممكن توصل للدرجة دي؟ دي مش مجرد قصة جريمة، دي رحلة في أحداث صادمة وتفاصيل معقدة وخيوط بتكشف ازاي لحظة واحدة ممكن انها تغير حياة أسرة كاملة وتسيب أثر ما بيتنسيش أبدا. تكساس زمان كانت ولاية من الولايات اللي بتعتمد على العبودية، وبعد كده انتشر فيها قوانين الفصل العنصري اللي معروف باسم جيم كرو، ونتيجة لكده الناس أصحاب البشرة السمراء اتعرضوا لظلم واضطهاد كبير جدا واتحرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، وكمان كانوا بيتعرضوا للعنف العنصري، وساعتها الناس دي كان ممكن تتقتل بطريقة وحشية من غير ما أي حد يتحاسب. بطل قصة النهاردة كان واحد من الضحايا دول وهو جيمس بيرد. الجريمة اللي حصلت له عملت ضجة كبيرة جدا جوه الولاية وبراها، واتوصفت وقتها إن هي جريمة عنصرية بشعة. ولكن السؤال هنا، هل آثار التاريخ لسه باينة في قضايا العدالة العرقية في الوقت اللي احنا فيه؟ وهل جماعات تفوق العرق الأبيض لسه موجودة معانا برضو لحد النهاردة؟ أنا محمد موافي وانت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي.